وصفة من وصفات الحلة الواحدة دايما هتلجأوا لها لو انتوا مستعجلين وعايزين تاكلوا أكلة حلوة. عملت البيف استراجانوف، تعالوا أقول لكم عملته ازاي. أول حاجة تقطيعة اللحمة دي نفس تقطيعة الشاورما بس سميكة شوية، رشيت عليها ملح وفلفل أسود وهي دي تتبيلة اللحمة. قلبت كل حاجة مع بعض، بعد كده في طاسة على النار تكون واسعة كده وكبيرة أقدر أقلب فيها براحتي، حطيت شوية من الزيت ومكعبين من الزبدة، وأول ما سخنت كويس جدا صدمت بقى فيها اللحمة. أنا مش عايزاها تنزل أي مية خالص فمش هقلبها كتير، سبتها على النار لغاية لما خدت اللون الجراي ده، يبقى كده معناها إن اللحمة خلاص 3/4 سوا. خرجتها وسبتها على جنب علشان أعمل الصوص في نفس الطاسة اللي استخدمتها. رجعت تاني الطاسة على النار وضفت فيها 3 4 كده مكعبات من الزبدة، وحاولوا تستخدموا الزبدة مش الزيت عشان هو ده اللي هيخلي الصوص كريمي وطعمه غني. أول ما سخنت ضفت عليها بصلاية كبيرة تكون مفرومة و3 4 فصوص من الثوم المفرومين، وبعد ما دبلوا حطيت معاهم كمان قطع من المشروم، قلبتهم كويس مع بعض وضفت عليهم معلقتين كبار من الدقيق، ورجعت أقلب مع بعض كويس لغاية لما يبقى كله متجانس مع بعض. خففت كل ده بكوباية كبيرة من المية متدوب فيها مكعب مرقة، ضفت عليهم شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود وكمان شوية من بودرة الديمي جلاس، هتلاقوها في أي هايبر ماركت كبير. قلبت كل ده مع بعض كويس، واخر حاجه خالص ضفت شويه من الكريمه وهديت عليها النار خالص ورجعت تاني فيها قطع اللحمه. انا عايزه بقى اللحمه تكمل تسويتها مع الصوص، واهم حاجه تكون النار هاديه قد ما تقدروا علشان اللحمه تتشرب كويس جدا من الصوص. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه دي الصوص فيها طعمه احلى من اللحمه نفسها بكتير. ممكن تقدموها مع رز ابيض او كمان ممكن تقدموها مع الرز المبهر كده زي ما انا عملت، هتلاقوا وصفته عندي على البيج، جربوها وانجوي.